لا ده سيناريوهات الكوره عليها حاجات يا جماعه، يعني انا مش متخيله ما احنا هنقعد ننزل عايز تغيظه هات له زيزو وانا زيزو وانا زيزو هجيب الجون وغيظه، هنقعد ننزل الحاجات دي؟ يعني هشوف بقى زيزو بالتيشيرت الاهلي وبيجيب جوان مع الاهلي وبيحتفل الاحتفال بتاعه هو وامام. سيناريوهات الكوره دي بتعمل شويه حاجات يا جماعه ما تبقاش على البال وعلى الخاطر، ومحدش كان يتوقع ان صفقه زي دي تتم بكل هذه السهوله والسلاسه، وينتقل احمد السيد زيزو للنادي الاهلي. طبعا لسه ما تمش الاعلان رسميا، ولكن هو خلاص شبه رسمي احمد السيد زيزو في صفوف النادي الاهلي. ويا جماعه انا ما شفتش الزملكاويه في هذه المرحله من الاحباط وحاسه بوجعهم وقد ايه هم مقهورين على لاعب وقد ايه مش عايزين يستوعبوا. انا اول مره اشوف الزمالك او جمهور الزمالك في الحاله دي، هم مش قادرين يستوعبوا. انت بتشوف دلوقتي زملكاويه كتير جدا سواء في فيديوهات او في البرامج، تحس في عينيهم في كسره في عينيهم وزعل، في الحزن فعلا باين في عينيهم، ده مش كوميك هزار، ده بجد الحزن باين في عينيهم. انا كنت فاكره بعد حوار امام عاشور ان الموضوع كده خلاص دي اقصى حاجه ممكن نوصل لها، او بعد بن شرقي فكده خلاص دي اقصى حاجه وصلنا لها، ولكن لما جه حوار زيزو ولسه ما تمش حتى الاعلان عنه رسميا وشايفه الحاله دي، لا 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 لا. انا كنت فاكره لما خدنا امام ان احنا خلاص خدنا مستقبلهم، دي حاجه توجعهم. خدنا بن شرقي ده احنا خدنا ماضيهم وذكرياتهم، فدي حاجه توجعهم. ولكن انت انك تاخد زيزو ده حرفيا انا حاسه كانك خدت مثلا الراجل بالسهم اللي على شعرهم، انت خدت قلوبهم، يعني كانك بجد خدت الزمالك. انت بالنسبه لهم زيزو ده هو متمثل في الزمالك، هو بالنسبه لهم الزمالك هو زيزو. وليه في فيديو شهير لمشجع زملكاوي عمال يقول الزمالك يعني زيزو. انت واخد حد هم عاملينه خلاص بيشكلوك كاسطوره، ان ده يبقى اسطوره تاريخيه بالنسبه لهم واحد الهداف التاريخيين لنادي الزمالك. فانت حرفيا صفقه مدمره، صفقه بعد 100 سنه الناس هتفضل الجماهير بتفتكرها وبتتكلم عليها، والصفقه اللي النادي الاهلي خدها وبشكل مباشر من الزمالك ومن غير ما الزمالك يستفاد جنيه، وده بسبب فشل اداري ذريع من اداره نادي الزمالك، وبسبب طبعا قوه النادي الاهلي ماديا وقوه النادي الاهلي على مستوى البطولات وعلى مستوى المنافسه وعلى مستوى الاستقرار وعلى مستوى التفاوض الشيك جدا اللي بيتم بسلاسه مع اللاعب، وبجانب ان زيزو اصوله اهلاويه. وزي ما قلت لك امبارح ان امام عاشور كلنا عارفين ان هو من صغره زملكاوي وان هو اصله في الاصل زملكاوي، فكلنا عارفين ان زيزو في اصله ومن صغره اهلاوي، عيلته المعروفه باهلاويتها الشديده جدا في المنيا. باباه اصلا اللي متسمي زيزو لان جده كان مسميه على اسم كابتن عبد العزيز عبد الشافي نجم النادي الاهلي السابق، فكلنا عارفين اهلاويه زيزو اللي هو اعترف بيها واعترف ان اصلا اهله في الاساس اهلاويه. فدي حاجات كلها ادت لوجود زيزو في النادي الاهلي. ولكن يجي يقول لك إدارة النادي الأهلي، خيانة إدارة النادي الأهلي ومركبين النادي الأهلي الغلط، كأن الأهلي عامل مصيبة اللي أنت إزاي تاخد من الزمالك لاعب زي زيزو. إدارة نادي قدامها عايزين يجيبوا لعيبة محلية، قدامهم لعيبة محلية كتير جدا. مين لعيب فري دلوقتي في الدوري المصري هيبقى أحسن من زيزو؟ هل أنا كفرقة شايفة المنافس بتاعي أهم نجم فيه اللي هم بيقدسوه اللي هم بيعشقوه مدة فري من غير ولا جنيه وبيعرض نفسه عليا وقدامي عادي وفتح لي السكه ان انا ممكن اتفاوض معاه وان هو ممكن يجي، وانا عندي قدراتي الماليه اللي تقدر تخليني ان انا افاوضه وان هو يجي عندي؟ مكاسب فنيه قويه جدا هتكلم عليها في نهايه الفيديو، مكاسب للنادي الاهلي كماركتنج وكدعايه كبيره جدا وهتبقى بشكل فج فيما بعد اكتر ما هي طبعا بشكل كبير ما شاء الله على النادي الاهلي بسبب استخدام زيزو من نادي الزمالك. ولكن مش بس في فكره افاده فنيه للاهلي، هي افاده فنيه قويه للاهلي وخساره فنيه فادحه للزمالك، انتصار معنوي كبير جدا لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، وخيبه امل وهزيمه معنويه يعني انا مش قادره اوصفها بالنسبه لجمهور الزمالك وبالنسبه للزمالك عامله ازاي. بقول لك قدام 100 سنه 200 سنه الناس هتفضل فاكره الموضوع ده وبيضحكوا بيه، ان الاهلي خد نجم الزمالك اللي كان بيتحضر يبقى اسطوره الزمالك بشكل مباشر منه من غير ما يدي الزمالك ولا جنيه. انت متخيل معنويا صفقه زي دي عامله ازاي، ضجه عامله ازاي انت فيها بتستفاد انت الاهلي وبتوقع فيها منافسك الزمالك؟ ده شيء طبيعي يا جماعه، ما هي دي كوره، ما احنا الكوره. وبعدين هو دلوقتي بقى خيانه، وكانت قبل كده ساعه رمضان الاحتراف، هو مش ساعه رمضان يا جماعه انتوا ايه ومش ده احتراف، هو لعيب محترف هو لعيب عادي، دلوقتي بقت خيانه. هو اقول لك على حاجه، هو من وجهه طبعا نظر جمهور الزمالك ان دي خيانه. انا لما كان رمضان مشي وراح بيراميدز انا كنت شايفاها خيانه، احنا بنكبرك واحنا اللي عملناك، ونفس الشيء بالنسبه للزمالك هو اللي كبر وعمل زيزو وانت في الاخر مشيت وسبتني، ولكن مش كانت ساعتها احتراف، فهو دلوقتي برضو احتراف. ولكن في حته في المعادله كده الناس بتفقدها كده في النص، وهما بيتكلموا وبيقارنوا ساعات ما بين حوار زيزو وما بين رمضان صبحي. انت مش واخد بالك ان في المرتين في النادي الاهلي دايما كفه النادي الاهلي هي اللي بتطب،
ساعة رمضان انت ورمضان رايح بيراميدز انت عارف ان هو خسران. حد يقول لي ده واخد ملايين، هو ايه ده اللي خسران؟ هقول لك كان الفرق ما بين عقد الاهلي وعقد بيراميدز 10 مليون جنيه. انت لو كان كمل مع الاهلي بالبطولات اللي النادي الاهلي بياخدها والمكافآت اللي اللاعبين بياخدوها دلوقتي بشركه الكره الموجوده اللي بتدي فلوس بجانب فلوس اداره النادي الاهلي وبجانب الاعلانات والبرامج، انت كنت هتبقى بتساوي اللي هتاخده مع بيراميدز، بل بالعكس انت كنت هتبقى بزياده في الفلوس كمان لما تجمع كل ده على بعضه، بجانب انك هتفضل في الاهلي بتكتب لنفسك تاريخ، بتحجز شبه مكان اساسي في منتخب مصر دايما، وعندك جماهيريه قويه جدا. فانت كنت شايف الروايه بتاعت رمضان فيها خسران، وده حقيقي. ورمضان لو يرجع بيه الزمن مش هيعمل حاجه زي كده، لان هو عارف ان هو خسر فلوس وخسر كمان جماهيريه وخسر بطولات. ولكن يجي لقصه زيزو، هو سايب فرقه حرفيا متدمره، هي ملهاش اي مستقبل، خرجوا من الكونفدراليه، مفيش اي شيء بيوحي ان هم هيقدروا يقوموا من جديد او ان هم يحاولوا ينافسوا اساسا. فرقه هو ليه اصلا 70 مليون جنيه مستحقات متاخره عليه، فهو ازاي هيجدد معاهم وهو اصلا اوريدي ليه فلوس هم لسه ما دفعوهاش؟ فرقه لا بياخد فيها فلوس في وقتها ولا في ميعادها، عليهم ديون قد كده، مفيش اي شيء من ان هو بيوحي ان هم ممكن يعملوا اي حاجه، وقصاده فرقه هي النادي الاهلي اللي فيها كل المميزات اللي انا لسه قايلها لك ساعه رمضان. فطبيعي ان هو رايح، هي صفقه بالنسبه له او خطوه بالنسبه له ناجحه. فالمعادله في حته رمضان وزيزو ده ان في الناحيتين رمضان ساب الاهلي وهنا ساب زيزو الزمالك، ولكن رمضان كان رايح بيراميدز هيخسر وزيزو رايح الاهلي هيكسب. حد هيقول لي مين قالك ما يمكن زيزو ما يتوفقش مع الاهلي؟ ان شاء الله يقدر يعمل انجازات قويه فرديه مع النادي الاهلي، ولكن حتى لو ما عملش انجازات قويه فرديه مع النادي الاهلي فهو اي لاعب في منظومه النادي الاهلي حتى لو ما قدرش هو فرديا يعمل حاجه، وكده كده هيعمل انجازات جماعيه بشكل كبير جدا، فهيكتب لنفسه بطولات. فهو كده كده رايح الاهلي ايا كان، سواء كده او كده هو كسبان، سواء حقق لنفسه على المستوى الفردي انجازات او على المستوى الجماعي، هو كده كده خلاص هو هيحقق الانجازات. فهو رايح عامل زي خطوه كده كده كسبان، على عكس رمضان اللي كان رايح بيعمل خطوه هي كده كده خسرانه. فهي دي النقطه الناس بتفقدها ساعات في حته زيزو. ولكن لو انت مشجع زملكاوي شايف ان زيزو قد ايه خاين، روح كلم ادارتك اللي جالها فرصتين في اخر ميركاتو والميركاتو اللي قبله ان هم يبيعوا زيزو بفلوس كتيره جدا، يقدروا ان هم يدخلوا بيها دخل كبير للنادي، حلوه بيها ازمات، ويشتروا لاعبين متفوقين على المستوى الفني، وهم ما رضيوش خوفا من انه يبقى كوبري للنادي الاهلي. روح كلم ادارتك اللي عماله تفوض زيزو لغايه اخر اسبوع ولسه بيتكلموا معاه في فلوس ومش عارف ايه، وهم اصلا عليهم 70 مليون جنيه ليه؟ يعني مين لعيب عاقل هيمضي على فلوس بعقد اللي هو عايزه العقد الكبير ده وهو اصلا ليه فلوس هم ما اتدفعتش؟ مين لاعب يعمل يا جماعه حاجه زي كده؟ هيقول ماشي يكون يروح اي فرقه تانية. طب ليه يروح اي فرقه تانية؟ لاعب اصلا في اساسه اهلاوي، لاعب شايف فرقه بتاخد بطولات وبتقش كل حاجه في القاره، لاعب ما شافش تقدير من هنا وشاف تقدير هنا، وشايف جماهيريه قويه جدا هنا، يعني هينال حب كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وتشجيع كبير جدا من النادي الاهلي اللي هو بيتفوق عدديا بشكل كبير جدا على نادي الزمالك. فتقول لي ايه السبب يخلي زيزو في عينك كده لاعب خاين اللي هو بيفاوضوا اصلا 7 او اكتر من 7 اشخاص كمان بيفاوضوه على التفاوض وعمالين يسربوا اخبار كل شويه، ده عايز فلوس قد ايه، ده عايز فلوس قد كده، ده عايز مش عارفه ايه وعايز ايه لباباه؟ انت شايف ان دي بيئه هو يكمل فيها؟ بجد بكلمك كشخص عاقل بقى، سيبك من كونك انت زملكاوي، انت شايف ان دي بيئه اصلا يستحق ان هو يكمل فيها؟ زيزو اختار النادي الاهلي والنادي الاهلي كالعاده اختار زيزو، لكن انتوا كنتوا خايفين ان انتوا تتبعوا لاي فرقه لا يكون كوبري للنادي الاهلي، فاحب ابشركم النادي الاهلي عملكم انتوا الكوبري يعني هو لا احنا فعلا كنا هنسفره وبرده تكاليف سفر وتكاليف برده كباري والكلام ده كله، فخلاص هي منك مباشره عن الاهلي. ما استفدتش جنيه فيه، زي ما استفدتش في ساسي جنيه فيه، زي ما استفدتش في بن شرقي جنيه فيه، كل دول انت ما استفدتش فيهم جنيه، مع انك كنت ممكن تكسب من وراهم ذهب. ولكن كان دايما البعبع وخوفك اللي بيطاردك دايما ان هو ممكن يروح الاهلي. ولو هتكلم على زيزو فنيا فانا رايي ما بيتغيرش، وانا ما كنتش بقول كلام معين عشان هو في الزمالك. زيزو اهم ما يميزه هي الاستمراريه، بعيدا عن اخر فتره اللي كان فيها مفاوضات والكلام ده كله كان مستواه واقع، ولكن هو على مدار سنين كتير جدا مع الزمالك كان في استمراريه في الاداء وده اللي بيميزه. ولكن زيزو كان على مستوى الارقام او على مستوى التأثير انا ما كنتش بشوف ان هو بالشكل يخليه افضل لاعب في مصر، الا السيزون اللي هو جاب فيه الدوري، اول دوري للزمالك اللي هو الدوري ال 13 ده كان بالنسبه لي هو احسن لاعب في مصر. ما دون ذلك كنت بشوف ان هي معظم اهدافه ضربات جزاء، ما كانش بيبقى بالتأثير اللي يخليه اقول احسن لاعب في القاره، احسن لاعب في مصر. لكن ان شاء الله مع النادي الاهلي يقدر يكون احسن لاعب في مصر واحسن لاعب في القاره الافريقيه. فده رايي الفيلم في زيزو، ودي كانت حلقتنا النهارده. حبيت ان انا اتكلم معاكم في قضيه زيزو اللي بتثير الجدل والاحاديث الاقاويل كتير جدا في الشارع المصري دلوقتي، لان هو حديث الجميع احمد السيد زيزو وانتقاله للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.